ليه؟ بالرغم من اني بكون عارف ان العلاقة دي مش نافعة وان العلاقة دي مؤذية وان الشخص ده بيأذيني، وبكون مكمل، بكون مش عارف اخد قرار اصلا اني اخرج بره العلاقة دي، مش عارف امشي، وكل ما بمشي برجع تاني، ومش بمشي ومش عارف انا مش بمشي ليه، يعني مش عارف السبب اللي مخليني قاعد اصلا. بس انا هقول لك السبب في الموضوع ان فكرة ان عقلي بيكون رافض اصلا فكرة الشخص اللي كنت بقول عليه السند، والشخص اللي كنت بقول عليه العوض، والشخص اللي كنت بقول عليه قرة عيني وزوجي المستقبلي. عقلي بقى رافض انه يشوف الشخص ده شخص سيء. عقلي رافض فكرة ان علاقتي ما تكملش مع الشخص ده، فكرة التخيلات اللي كنت بتخيلها في اول العلاقة، فكرة ان انا كنت بتخيل ان الشخص ده انا وهو في بيتنا وعايشين مع بعض وبنهزر وبنضحك. انا عقلي مش بيعرف يفرق بين الحقيقة والخيال. طالما تخيلت حاجة فعقلي عاشها خلاص، فطالما عقلي عاشها فصدقها، فطالما صدقها فصعب اقنعه بغيرها بعد كده. وهنا بتكون المشكلة. الحل اول حاجة محتاج قرار، وعشان اخد قرار صح محتاج اسأل نفسي 3 اسئلة مهمين جدا. اول سؤال: حياتي هتبقى عاملة ازاي لو انا مستمر على كده في وجود الشخص ده؟ حياتي دي هتبقى عاملة ازاي قدام؟ نفسيتي هتبقى عاملة ازاي قدام؟ وابتدي اكتب بالتفصيل انا فعلا لو كملت مع الشخص ده ايه اللي هيتأثر في حياتي. تاني حاجة محتاج اعملها اني اسأل نفسي برضو سؤال مهم جدا: حياتي هتبقى عاملة ازاي لو سبت الشخص ده؟ الضغط هيتشال من عليا ازاي؟ هبتدي اشوف ايه، هبتدي اعمل ايه الحاجات اللي مأيداني دلوقتي بعد كده مش هتبقى مأيداني. اكتب بالتفصيل شكل تخيلي لحياتي بعد ما اسيب الشخص ده واتعافى هتبقى عاملة ازاي. ثالث سؤال محتاج اسأله لنفسي: ماذا لو عاد اعمل ايه؟ ايه السيناريو اللي المفروض اعمله؟ ببتدي ارسم سيناريو علشان لما يجي يرجع ما اتفاجئش زي كل مرة. ده اول حاجة، ان انا اخد القرار. تاني حاجة فكرة بقى الالتزام بالقرار، دي مهمة جدا. وعشان التزم بالقرار محتاج اعمل كده او امشي بسيكونس معين. اول حاجة محتاج اعملها فكرة ان انا اقفل الباب الموارب اللي انا ببقى فاتحه كل مرة عشان نتفرج منه على بعض. اسيب الفيسبوك، اسيب الواتساب، ابتدي ادخل اراقبه، اسيب اي وسيلة تواصل مفتوحة بيني وبينه. يعني ممكن اعمل له بلوك من على كل البلاتفورم بس اسيبه على التليجرام مستنيه يبعت. سايب له باب موارب يبعت منه. فدي حاجة من الحاجات اللي ببقى محتاج اقفلها بشكل كبير جدا علشان ما ارجعش للشخص ده تاني. تاني حاجه محتاج القط نقط ضعفي. هو انا كل مره برجع ليه؟ والقط نقط الضعف بتاعتي دي. هو انا برجع علشان مثلا انا عندي حاجات كتير ليه وصور وذكريات وببتدي ادخل واتفرج عليها فبالتالي بضعف؟ ايه اللي بيضعفني؟ فكره ان هو بيحلف لي انه هيتغير كل مره. طيب محتاج ان انا ابقى عارف ومتاكد ان الشخص ده مهما حلف هو مش هيتغير. خلاص الموضوع بالنسبه له منتهي، لان التغيير صعب جدا. فحياتي هتبقى عامله ازاي لو رجعت له؟ فمحتاج القط لحظات ضعفي، ايه اللحظات اللي بضعف فيها، وابتدي اعالجها وارسم سيناريوهات لو اللحظه دي حصلت هعمل ايه. ثالث حاجه محتاج اعملها ودي بقى حاجه مهمه جدا: ان انا ابتدي اعيد صياغه المعاني بالنسبه لي. يعني ايه علاقه سويه؟ يعني ايه حب صحي؟ يعني ايه شخص مناسب؟ يعني ايه زواج؟ كل المعاني دي مهم جدا ان انا اكون مدرك معانيها الصح، وابتدي اشوف هو فعلا انا كنت بشوف الحاجات دي بالمعاني دي مع الشخص ده ولا لا. طب لما انا ما كنتش شايفها انا ليه كنت مكمل؟ انا ليه واخترته على اساس ايه اساسا؟ وابتدي اشوف ايه الغلطات اللي انا اخترت الشخص ده على اساسها وابتدي ان انا اعالجها. رابع حاجه محتاج اعملها ان انا ابتدي اسال نفسي ايه الاضافات اللي الشخص ده بيضيفها لي في حياتي اصلا. حتى لو رجعت له ايه الاضافات اللي هو بيضيفها لي؟ ايه الميزه في وجوده في حياتي؟ ايه هي الميزه؟ ده برضو سؤال مهم جدا لازم اساله نفسي. خامس حاجه محتاج اعملها: اعيد تقييم العلاقه ككل. الشخص ده كان بيقدم لي حاجات كويسه، اوكي، بس ايه الوحش برضو اللي كان بيقدمه لي الشخص ده؟ فانا ممتن للحاجات الكويسه دي لاني مش هعرف ان انا ما صدقهاش لان هي اوريدي كانت بتحصل، بس كم الاذى اللي كنت بتاذاه هل يساوي الحاجات الحلوه اللي كنت بشوفها في العلاقه ولا لا؟ دي حاجه هتقنع عقلي بشكل كبير جدا، او هتعيد صياغه العلاقه ورؤيتي للعلاقه في ذهني عامله ازاي. مش هشوفها علاقه ملائكيه، هشوفها ان هي علاقه كانت مؤذيه بس فيها شويه حاجات حلوه. اخر حاجه محتاج اعملها فكره ان انا اطلب الدعم، اذا كان من صحابي المقربين ليا او من متخصص. لو انا مش قادر، لو عملت كل الحاجات دي ومش قادر، فبطلب الدعم يا من متخصص يا من صحابي اللي حواليا. اقول لهم انا محتاج اكون كويس، محتاج اتعافى، محتاج اخرج الشخص ده بره حياتي. صحابي، اهلي، اي حد برتاح معاه في الكلام محتاج ان انا اطلب الدعم منه، مش عيب.